انت ايش هدفك بالحياة؟ ابنك اسأله، قول له ايش هدفك بالحياة؟ راح تلاحظوا يا اخواني انه معظم اولادنا اهدافهم قضايا فردية. قلت لكم بكون بصف اول هدفه يصير طيار، وكل ما علي الصف لفوق بيبدأ هو ينزل لتحت حتى يوصلوا مرحلة الثانوي او الجامعة بيطلع بدون شغل. كل أبنائنا ومعظم أبنائنا أهدافهم شخصية. أنا بدي أكون تاجر عشان أجمع فلوس، أنا بدي أكون ضابط عشان مش عارف كذا، أنا بدي أكون أهداف فردية. الصح يكون قدام أولادنا أهداف تعود على الأمة بالمنفعة. أحكي لكم قصة. محمد الفاتح كان طفل صغير، وكانت أمه كل يوم بعد صلاة الفجر تأخذه على تخوم القسطنطينية وتقول له أنت اسمك محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هاي أسوار القسطنطينية قدامك، بدك يوم تفتحها. أفتح مين؟ أسوار القسطنطينية؟ يعني حلم وخيال. وكانت كل يوم 365 يوم بالسنة تأخذه بإيده بعد صلاة الفجر 365 مرة طول السنة، وتفرجيه أسوار القسطنطينية وهو طفل، وتقول له اسمك محمد على اسم النبي وبدي اياك يوم تفتح أسوار القسطنطينية. وكبر محمد الفاتح وصار عمره 22 عام، وتوفي والده السلطان، وفتحت الأم على بابها لقيته بيعيط ودموعه نازلة. قالت له ابكي، اقعد هون عيط واترك أسوار القسطنطينية، ما لهذا خلقت، أنا ما خلفتكيش عشان تقعد تعيط على الملك، أنا أنجبتك وخلفتك عشان أسوار القسطنطينية. ويمسح دموعه ويجلس على كرسي الخلافة، ويبدأ محمد الفاتح يخطط كيف يدخل في أسوار القسطنطينية، ودخل عمره 23 عام. السبب كان وراء بتعلمه إنه أسوار القسطنطينية صعبة مش مستحيلة. لكن تعالوا نطلع على أحيانا على بعض الأمهات. بعض الأمهات يا إخوان أخواتي يعني الصبح بتعمل لابنها رغيف سندويش. انتوا عارفين السندويش مكونات رغيف من الخبز ومعلقة لبنة، بتعرفوا اللبن يعني، أو شوية عسل أو شوية سندويش. فالأم بتقول لابنها اوعى حد ياخذ سندويشتك، يما دير بالك على السندويشة، مش تطلع أهبل ياخذ سندويشتك، مش الأولاد يضحك عليك ياخذوا السندويشة، السندويشة. فالولد بيروح على المدرسة هيك ماسك السندويشة بإيده. رجع الولد من المدرسة ضيع كتاب الرياضيات وظلت السندويشة، وضاعت المسطرة وظلت السندويشة، وضاع القلم وظلت السندويشة، وضاعت القدس وظلت السندويشة. لأنه القيمة اللي ودينا الولد فيها قيمة السندويشة.